ليش هيك التيار الصدري؟ ليش تقاطعون الانتخابات؟ ليش تقاطعون الانتخابات؟ مو راح يروح الحكم للسنة، راح يروح الحكم للسنة، غير تنصرون اخوانكم، غير تكفون بصف اخوانكم. ليش تخذلون اخوانكم؟ معقولة؟ يعني هيك التيار الصدري له ثقل بالساحة؟ معقولة هيك جماهيرية التيار الصدري لهم ثقل بالساحة؟ وإذا قاطعوا الانتخابات راح يروح الحكم من الشيعة. بعد وين جماهير الشيعة؟ وين جماهير الأحزاب؟ وين جماهير الحركات؟ عيني وين شعبيتكم؟ طلعت كل شيء ماكو، فاشوشي معتمدين على التيار الصدري. وينكم؟ وانتم مش وقت مثلتوا الشيعة؟ يا يوم انتم مثلتوا الشيعة، انتم اسأتوا للشيعة، انتم خذلتوا الشيعة اصلا، انتم خذلتوا الشيعة، جبتوا لهم السمعة السيئة للشيعة. قسما بالله احسن خطوة قام بها السيد مقتدى الصدر هي هاي الخطوة. ولو كل خطواته صحيحة، ما خطى خطوة إذا مو صحيحة السيد مقتدى، وأحسن خطوة هي هاي، أحسن خطوة قام بها، لأنه أنتم شوهتوا سمعة الشيعة. هاي المحافظات الشيعية كلها منكوبة، عالم فقراء، تركضون وراء الرعاية الاجتماعية. والله الشايل تقطعون راتبه، ولا ايش قد راتبه هو؟ ايش بيكم؟ ما تروحون لذول البعثيات تعطونهم رواتب؟ ما تروحون الرفحة؟ عيني ما تسألون على عناوينهم وينهم؟ تركضون وراء الفقرة. محافظاتكم كلها منكوبة، جبتوا الإساءة للشيعة. هسه حاليا يقولون الشيعة مو مال حكم 20 سنة. طبعا التاريخ كله الشيعة ما استلموا حكم، صفحتهم بيضة، كلها انتكاسات والعمالة عيني والخذلان كله، احنا مو بيه، صفحتنا بيضة. 20 سنة سويتوا صفحتنا، سويتوها سودة، شوهتوا سمعة الشيعة. خليهم، ما نريد الحكم عمي، ما نريد الحكم، حفاظا على المذهب، حفاظا على اسم أمير المؤمنين، حفاظا على الشيعة. ما نريد الحكم عمي، لا تحكمون انتم، لا تحكموا انتم ضد الشيعة، انتم ضد مذهب أمير المؤمنين، ضد مذهب أمير المؤمنين. يا سيد مقتدى، والله العلي العظيم أحسن خطوة، ولو أنت كل خطواتك يا سيد، كل خطواتك صحيحة، بس والله أقوى خطوة وأحسن خطوة هي هاي، لأنه ذولا أساءوا للمذهب، ذولا دمروا المذهب.